ويتصرف بعنف ويكتئب، وفي بعض الحالات ممكن ينتحر. بس المشكله الكبيره ان هو ما بيتشافش الا بعد الموت، يعني لازم تشريح دماغ اللاعب عشان تعرف، لو ما شرحتش مش هتعرف. لما نشر بحثه سنه 2005 الNFL اللي هي رابطه كره القدم الامريكيه قلبت عليه الدنيا. ازاي دكتور مهاجر مش فاهم اي حاجه عن الكوره يقول ان لعبتنا بتقتل اللعيبه؟ حاولوا يمنعوا نشر ابحاثه، بس اومالو كان عنده خط الدفاع الاخير هو الميكروسكوب، وقال جملته الشهيره: انا مش ضد الكوره، انا مع الحقيقه بس. قصته اتعمل عنها كتاب ومقالات، وفي 2015 اتعمل فيلم بطوله ويل سميث. الفيلم عرض قصه الراجل اللي اتحدى اكبر رابطه رياضيه في العالم. في دراسه اتعملت سنه 2017 فحصت 111 دماغ لعيبه الرابطه بعد الوفاه، النتيجه 110 عندهم CTE. في امثله حصلت من المأساة دي. ارون هرنانديز مات وهو عنده 27 سنه والسبب CTE حاد. الNFL اضطرت تعترف وتدفع $1,000,000 كتعويضات. وفي الاخر بنت اومالو ما حاربش لا بالعضلات ولا بالكوره، لكنه حارب بالعلم بالميكروسكوب. اثبت ان اقوى لاعب في الملعب احيانا هو اللي بيبقى واقف في المعمل، وعلى رايه مفيش لعبه تستاهل تموت عشانها، حتى لو كره القدم العاديه او الامريكيه. وكنت لعيب كوره يا صاحبي وعرفت ان اللعبه دي ممكن تسبب لك ضرر دماغي، هتسيبها ولا هتكمل؟ عندكش رد؟ ها؟ متنساش بقى تعمل لي اشتراك، وعايزين نوصل الفيديو دوت ل20,000 لايك، وانت على الفيس تابعني عشان اعرفك اللي قدامك واللي وراك.